السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحه جيده. اليوم جيت ندير معكم وصفه تاع الدجاج في لاكوكوت، طريقه بزاف سهله وبزاف بنينه في نفس الوقت، رافقته مع روز بزاف بنين كذلك. هذا الطبق ما يديلكمش كامل الوقت، تكونوا طبعا وجدتوا الدجاج من قبل، من بعد في طريقه الطهي يديلكم واحد 20 دقيقه في لاكوكوت. شوفوا معايا الدجاج كيفاش طاب، العظم يتنحى منه بكل سهوله. من فضلكم البنات ما تنسوش الجام، ابونيو القناة وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد. بالنسبة للمقادير، هنا عندي كمية تاع الدجاج، طبعا تكون على حساب عدد الافراد العائلة ديالكم، تقدروا تستعملوا كذلك دجاجة كومبلي، يعني ماشي لازم يكونوا دي مخصو. بالنسبة للتوابل، شوفوا معايا هنا عندي تابل الدجاج، شوية كمون، شوية راس الحانوت، شوية عكري، شوية حار، كزبر، ملعقة صغيرة طماطم مصبرة، ملح، وعندي شوية توم مرحي، وعندي كذلك لاموتارد. بالنسبة للطماطم المصبرة طبعا تقدروا تستعملوا الكيتشوب في بلاصتها. هنا عندي كمية مليحة تاع الثوم اللي كنت سكرفجتها، شوية رند وشوية زعترة. بالنسبة للثوم درت 4 فصوص، وهنا كانت عندي حبة تاع بصل متوسطة ماشي كبيرة بزاف على حسب الكمية طبعا، وكذلك عندي نص حبة قارص، العصير تاع نص حبة قارص، وملعقة تاع عسل يعاون بزاف في التحميرة تاع الدجاج ديالنا. وهنا ضفت لها ملعقة تاع مارغرين ماشي كبيرة بزاف، دائما هاد المكونات يكونوا على حساب الكمية تاع الدجاج. ندخلوا مليح هادوك التوابل كامل وهداك البصل والمارغرين والثوم في الدجاج مليح كما لازم الحال، ونخليوهم يرتاحوا. طبعا هذه العملية تقدروا ديروها ليلة من قبل ولا ديروها صباح العشية باش تدخل مليح التتبيلة في الدجاج ويجيكم بنين. إذا ما كانش عندكم الوقت خلوها على الأقل نصف ساعة في هذه التتبيلة، ومن بعد حطوها طيب ديريكتومون في الكوكوطة كيما راكم تشوفوا. نجيبوا لا كوكوط تاعنا نحطوا فيها واحد 2 ملاعق تاع الزيت، نخلوهم يسخنوا مليح، من بعد نحطوا الدجاج ديالنا ونبداو نقلبوا فيه باش ما يلصقناش داخل لا كوكوط ويدير هذيك لاكوت ديالو. شوفوا بالنسبه للزيت هنايا حطيت غير 2 ملاعق، مادام راني دايره شويه مارغرين في الدجاج، تسمى هذيك هي لا كونتيتي المليحه باش يتاني كان الدجاج يطيب بنين ما يجيناش هكذاك ناشف. كي نشوف باللي الدجاج تقلى نحط عليه باقي البصل والتوابل اللي كانوا في الصحن، طبعا نزيد لهم هكذاك واحد نصف كاس تاع الماء ماشي حاجه كبيره، ونغلق عليه ونخليه يطيب. بالنسبه للرز اللي كنت رافقته مع الدجاج، كنت خديت هنا كاس تاع الرز، حطيته طبعا هكذا في سالادي ودرت له كميه تاع الماء. شفتوا الماء كي زدت عاود بدلته، فوالا شوفوا نحيولو كاع النشا اللي كان فيه. هذه المره الثانيه اللي غسلت هذاك الرز، من بعد نزيد نصفيه للمره الثالثه، وهنا الماء كيما راكم تشوفوا بدا يولي صافي. فوالا هاوليك نشا الكميه تاع نشا كامل راحت، نخليه 4 ساعه في الماء ديالو، من بعد نولي ليه. وهنايا نجيبو طنجره هكا تكون واسعه، نحطو فيها ملعقه تاع زيت وملعقه تاع مارغرين، ونحط كميه تاع بصل تكون تاني هكذا حبيبه متوسطه، ندير لها شويه ملح ونقليها حتى تدبل كامل وتتكرمل هاد الحبات تاع البصل. البنات شوفوا كنت نصور معكم هاد الوصفه، من بعد راحت لنا تريسيتي في الحي كما راكم تشوفوا هنايا راني غير بالشمعة نصور لكم وهكذاك، وقلت نكمل معكم الوصفه. حطيت هذاك الروز اللي كنت صفيته درته في هذيك الطنجره اللي فيها البصل والدبال، فوالا، ونقعد نقلي فيه هكذا، ما نخليهش يحمر، نخليه برك يتجمر، يعني تدخل فيه هذيك المارغرين اللي درناها وهذاك الزيت، فوالا. من بعد نبدا نضيف له في التوابل. هنا درت له حاجه قليله، درت له شويه تابل دجاج ودرت له شويه قرفه ماشي حاجه وشويه كزبر. انا ما نحبش بزاف نكتر التوابل، وانتوما تقدروا ديروا زنجبيل، كركم، الفلفل الكحل، دوك كل انسان كيفاش يحب يطيب الاكلات ديالو. هنا درت الكاس الاول، زدت الكاس الثاني والكاس الثالث، انا ندير 3 كيسان في كاس تاع الرز، غلقت عليه وخليته على نار قليله يطيب. كيف فتحت على هذاك الدجاج بعد 20 دقيقه، شوفوا كيفاش طاب.
شوفوا ديك لاصوص اللي طلقتها يجي ما شاء الله بزاف بنين معسل وتحمر كيما لازم الحال. من بعد انا للامانه زدت حطيته في المقلاة الهوائيه وزدت كملت التحميره ديالو. ونحيت هذيك لاصوص الفوقانيه حطيتها فوق هذاك الروز باش يزيد تدخل فيها البنه تاع الدجاج لهذا الروز. شوفوا معايا كميه قليله يعني ماشي بزاف. فوالا ونزيدو نخليوه يتجمر هذاك الروز يجي على حبه يعني ماشي كامل معجن. فوالا وهاوليك الطبق تاعنا صراحه ما يديش كامل الوقت وبزاف بنين النتيجه يعني رائعه. تقدروا تقدموه مام لضيوفكم اذا حبيتوا. نتمنى تكون نالت اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.